تجي تمشي في القسم شابه صغيره باقي على قدك فاذا بعيونك سلاح. في الشارع دويتي معاه كيقول لك الفتيات وانا دويت مع الزميل المدرسه، طيب ما كاين باس، ولكن عندنا كاين من الاسلحه واقفه معاه على كتاب والعينين يتحرشان. التحرش زينه، التحرش قدوم منك، ستصبحي الجانيه على موعد ان تكوني الضحيه. شي اللي كتحرش بعينيها غتخلص مزيان لا قدر الله، اللي كتحرش بالجيل بعينها بفتنتها. فتعلموا ما انك قلنا ربي سبحانه وتعالى قل يغضضن من ابصارهن، غضي البصر عما حرم وغضي البصر فلا تستسلمي ما حرم. كتكلمي مع استاذ غضي بصرك، يرى فيك الحياء. سبحان الله، للفتاة لغه، البنت ترسل لغه العيون كيعرف هذا الشيء راه ماشي ديال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كتعرف بأن بنت الحياة. أما من ترسل رغبتها بعينيها، الرغبة الجنسية كتشافها في العينين. البنت في الليل شافت فيلم قلب عينيها، الصباح جات المدرسة جايبها معاها كتقلب، توقف مع الدراري تيعرفوا شنو كاين. فحمي لا تقتربي فإن العين تزني، هذه اسمها الزينة، وخصها تدخلي عندك باش انتي ما تزنيش. تعرفي المقدمات، لا تقتربي، عيني حمايتي وحماية المجتمعات من شري. واش تبغي ديري تلحق الشر لأستاذك؟ تبغي تلحق الشر بالدري شاب باقي كياكل خبز، باقي ما يقدرش على الباءة، ولن يكون الزوج سيكون اللص. فعلامة التحرش. لذلك نحن كفتيات غنتكلم لكم مزيان، لا تقتربي فإن العين مقدمة البلاوي، وأنت مسؤولة عن هذه الجارحة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. ملي تسمعوا نفوسكم دخلتوا لسن المراهقة وسن كذا، عرفوا دخلتوا لسن المسؤوليه. ابنيتي سن المسؤوليه، ربي دابا الان عطاك دوك العوينات شحال زوينين، ولكن زوينين ماشي زوينين بالمعروف، بالحياه، بالحب الصادق الجميل اللي غادي يدخل ان شاء الله الحياه الزوجيه. اما ليس لهم جمال في الغوايه وفي الاغراء وفي الاثاره. كل اثاره هي مشاكل لنا وللشابه ولمجتمعنا. طيب الزنا، لا تقربوا الزنا ولا تقتربي من أن تضعي العين عينك محطة زنا. ثم انتبهي معذرة، لا تقتربي فالضحكات الخليعات زنا والكلمات المغريات زنا. كثير من الفتيات كتصحب لها كتضحك، كتضحك هي، كاينه ضحكه وضحكه. كاينه الضحكه الطيبه، الضحكه الانسانيه، وكاينه الضحكه الاغراء، الضحكه المغريه التي تجعل الاخر كيتقدم الاخر ويجعله يقترب من ماذا؟ ليس من الحلال، يقترب من الحرام. الكلمات المغريات، واش كتعرفوا نحن نادانا ربنا بالايمان؟ الفتيات نادانا صدر بالايمان وقال لنا وقلنا قولا معروفا. بغيتي تدوي تكلمي قول معروف، ارى خويا داك تغسيلو ولا ارى كذا، ماشي كتدوي فيقرأ ما في خلفك. يقرأ. واحد الولد تحكي ان الفتيات، سمعوا نقول لكم، ولكن ما كيقول الرافعي، تيقول لك المرأة سلاح قوي فاذا ضعفت جنت على نفسها على الاخرين. قال لك انا كنركب في الكار، كيمشي من المهم كيركب في واحد الكار وتيدوي مع واحد كيحكي لي المغامرات ديالو. قال لي عمرني ما مشيت في الكار ما مدوزهاش، كنمشي الكار ندوزها كل ليله. قال لي واش كتعرف البنات الخايبين من المزيانين؟ قال لي بعدا غير كنركب في الكار كتبان لي البنت جامعه ضحكتها وجامعه عينيها، عاد كنركب حداها وتصوخر هك، كنقول ما عندي ما ندير بها، كنتحول بلاصه اخرى، كنتحول لبلاصه عاد كنلقى البنت كتندغلس كتضحك، كنجلس حداها ما كتصوخرش، بالعكس كتصوخر حدايا. صافي، هذا هو التيست. كاين لا التيست، هاد التيست صافي دار ليها امتحان، ماشي ما هو لا شفوي ولا كتابي، جا امتحان ديال الجس النبض. خاصك تعرفي ان الضحكات الخليعات زينه، هي المقدمه ديال الزينه. كتضحك البنت شي ضحكه اللي هي الاخر يتم جاي. ثم الكلمات الخليعات، البنت اللي تتكلم شي كلمات اللي ماشي معروف، ما معنى معروف؟ فلتعلم انها مقدمات زينه. فاحذري ولا تنفردي. من مقدمات كذلك الزنا الاختلاء. ما معنى الاختلاء؟ حتى البنت، سمعي، البنت داخله في
كتقاسم في المدرسه الساحه، كتعجب الاولاد ولكن ملي تمشي حدا الكنيف وتقنت، وتمشي ورا الشجره وتقنت، ولات تمجيه معاه من المدرسه للدار الراس في الراس، وتتقول لك هذا غير صديق. نعم صديق والو ما خلت الله عليكم. وحتى لو كنتن مستقيمات حداري ما خلا رجل بامرأة إلا كانت الشيطان ثالثه، لأن الطبيعة تخلو بالطبيعة وتشتعل النيران. صافي غتشتعل النيران. هل مشيتي مع اليوم واش تقولي ليه اليوم دويتو على الدراسة، غدا غيبدا يتجرأ عليك ويتجرك عليك. والله الا توحشتك، والله الا ما كرهتش نشوفك غدا الا ما شتيش غتقلقي ولا ما تلاقيتيش معاه يبقى في كل حال. وبعد غدا خصك تلقاي معاه وكتمعازي المقدمات. تحكي لي شابه حول هذه المقدمات. قالت لي وسطي كتحكي تقول بدأت العملية الأولى من صف السادس. الفتيات صف السادس، حيت دابا هادشي تقدم في السن، الزواج تأخر في السن والحب تقدم في السن، الغواية تقدمت. دابا الزواج استار الله 30 34 وزيد القدام. اما الحب وكتبدا البنت كطيب من السادس يطيب على الحب والحب شحال واحد 15 عام 20 عام استار الله. فتتقول لي المسكينه بدات العمليه صحبه عاديه، كنخرج انا للمدرسه ندخل للمدرسه غاديين، حتى ربما حتى هو ما كان عنده حتى شي فكره في البدايه، ما عنده حتى فكره، ولكن الطبيعه تشتغل اشتغالها. ما معنى تتشتغل اشتغالها؟ تلاقاو اليوم قد تلاقينا في السادس، تلاقينا في السابعه، تلاقينا في الثامنه، فجاءت الصاعقه في التاسعه، وكانت تقسم لنفسها ولاهلها بعمرها دير شي حاجه وكانت صادقه، وحتى الولد كيحلف ليها. قالت فبدأت العملية الاختمار إلى أن وقعت الكارثة في السنة التاسعة، وتقول لو علمت أمي لانتحرت، لو علمت أمي لانتحرت. لا تقتربي من الكلمات الخليعة، قل لي قول معروف ولا الخير والخليعة. جالسة في الساحة عندك شي ضرورة الكلام المعروف، نعم أنت ما تقناش. البنت مخلية البنات واقفة مع الولد، اش بغيتي؟ ماذا تريدين؟ بغيتي كتاب قولي لي في القسم، بغيتي فكرة يعني كاين حدود. فحينما نبدأ نقترب، هذا اقتراب، اسمعي لا تقتربي. الوقفة في المدرسة، الوقفة في كذا، شوية كذا، شوية الخرجة، شوية القهوة شنو فيها، شوية القهوة، شوية الصاعقة والكارثة. طيب لا تقتربي. لماذا؟ لأنك ستفسدين من نفسك كما يقول الرافعي ما لا تصلحه الأيام. داكشي اللي كيتفسد في البنت ما عمره تصلح. سمعي، البنت ملي كتبدا كتقرب سيفسد فيها ما لا يصلحه الزمان ولا الأيام ولا المكان إلا توبة من ربي سبحانه وتعالى. لا تقتربي. لماذا؟ لأنك غتفسدي واحد الشعور نظيف فيك، شعور نظيف فيك غادي تفسديه. شعورك كفتاة بأنك كنز المستقبل وأمل القادم، وأنك تنشدين تهرم الشمع. البنت ملي كتدخل هذا المسلسل ديال الاقترابات من يقع كتفسد، هي ما كيبقى عندها الطهر عنده حتى شي كلمه، لا تنشد الطهر في ذاتها ولا في مجتمعها ولا غدا شنو غادي يكون. ستصبحي سارقه بامتياز. اللي كتفسد الطبيعه الجميله فيها تصبح سارقه بامتياز، بل قاطعه الطريق، بل عقبه امام الشباب. حتى الشاب النقي كتصبح سارق. استمعي معي، هذه الفتاة لما تتقدم من بيتها إلى مؤسستها المفروض أن تخرج رحمة، ولا تكون قاطعة هداية ولا قاطعة ثواب ولا قاطعة طهر، خارجة معطرة. اش بغيتي؟ ماذا تريدين؟ مستعطرة كاع داك العطور ماشي زعما شي حاجة اللي مخزونة، لا، لأن العطر إلا كان مخزون كاين لا، هي تصبح كلما مرت بقوم لوجدوا ريحها، ثم تخرج وقد وقفت في المرآة